السلام عليكم، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندنا هاد الوصفه تاع التحليه اللي تنتكل بارده وتجي بزاف بنينه. تقدروا ديروها للسهرات رمضان ان شاء الله الا كتب ربي. بون البنات، انايا استعملت هاد البلا اللي يتفكك، غطيته كامل بالبابي فيلم ولا بابي سوليفان، كل واحد كيفاش يسميه. انا استعملت هاد الكاطو، شريته من ليدل. نتوما تقدروا تستعملوا البيمو ولا الكاطو لوتيس. المهم شمخوه في القهوه ولا في النسكافيه، غطوا كاع هذاك البلا تاعكم. انا كان عندي الكاطو بزياده، سي بوغ سا زيت هذوك من الفوق. زيتو طبقه تاع لا كريم شانتي. هنا درت شويه مكسرات كانوا عندي جوست باه يعطوا هذيك القرمشه في الكاطو تاعنا. زيدوا عاودوا نفس العمليه بالكاطو، عاودوا شمخوه تاني بالقهوه، ديروه كاع من الفوق هاد لا كريم، وزيدوا طبقه زوجه، عاودوا ديروا لا كريم تاني، ديروا طبقه شويه تكون مليحه، سقموها كاع بهاد السباتيل ودخلوه في الكونجيلاتير 2 سوايع حتى لساعه ونص، سا ديبون. المهم حتى تجبدوه تسيبوا لا كريم شانتي راهي حاكمه روحها. قدبوا دروك تزيين، جيبوا اي شكل يكون عندكم تاع رمضان، ولا تقدروا تزينوها كيما طلع لكم. المهم انا زينتها بهذه الطريقه، ومن بعد دي موليت المولد تاعي كيما راكم تشوفوا، ونحيت لها البابي فيلم وتقدموه كيما طلع لكم. ما قلت لكم تقدروا ديروا نفس الطريقه بصح ديروها في الفيغين، كل واحد وحده. بون سي سا لو ريزولتا، ان شاء الله يعجبكم البنات وتجربوه لرمضان. حاجه خفيفه سهله، ما فيه لي زانغريديون بزاف، وفي الكو تاعه يجي بزاف هايل باسكو فيه بنه القهوه والكاطو، زعما كلش واجد. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم وجربوه. نلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله. باي باي.